مين من الاسامي دي اثر فيك، او اسامي تانية طبعا بس من الجيل اللي قبلك، اثر فيك قبل ما تخش التلحين اصلا المجال من الأول؟ كنت بتسمع له اغاني او اغنيه معينه، انا عايز اعمل حاجه كده؟ عمرو مصطفى طبعا. طبعا. طبعا، وكنت عمرو صديق ليا جدا، وكنت بروح له البيت زمان واقعد اتفرج عليه وهو ماسك جيتار. الراجل ده بيعمل ايه؟ بيسحر يعني، مش بيعمل الحان. يعني انت بتعمل كده ازاي؟ ما انا مش فاهم هو بيعمل ايه. يعني كنت لسه لحنت، كان الكلام ده 2007، ومش مصدق يعني ايه بتعمل كده. يعني انت اللي عامل اللحن ازاي؟ طب يعني وريني انت. لا، اتعرفت على عمرو مصطفى ازاي اصلا يعني؟ 2007 كنت صغير اتعرفت قوي انت. عليه كنت صغير جدا، اه. وكان ليا صديق كان ساعتها بيعمل له حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا وحاجات، فقال لي انا رايح له، فهو قال له ده في حد من الفانز بيحبك جدا، وقال له خليه يجي معاك مفيش مشكله يعني. فكانت اول مره اقابل عمرو مصطفى، وقعدنا اتكلمنا في المزيكا كتير وبتاع، وقلت له انا بعزف وبحب اعمل كذا. كنت في الجامعه لسه، كنت في ثالثه جامعه. ف في سنه رابعه اتخرجت 2008، قابلت سامو زين، عملت له لانك معايا. كان عمرو مصطفى في الالبوم ده عامل اغنيه اسمها حبيتك، وكانت دي هيد الالبوم. فانا جريت على مين اول حد اكلمه عشان افرحه؟ عمرو عمرو. مصطفى. قلت له عمرو، انا في البوم سامو زين ومش عارف ايه واول اغنيه يعني قال لي إيه ده بجد؟ يعني ايه وعملت ايه؟ قلت له كذا كذا ومش عارف. كنت مبسوط جدا. فمن حبي ليه فعلا بقول لك ساعتها هو اللي جريت عليه، قلت له انا بقيت معاك يعني، عامل معاك في الالبوم اول حاجه. وكنت عامل دايما كمان